صباح الخير، صباح الخير، صباح السعادة جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. فوز متأخر بس المهم إنه جه متأخر بقى بدري، مفيش أي مشكلة. أظن إن إحنا كلنا شفنا منتخب الأرجنتين مع فرنسا وهم متقدمين هدفين، والفرقة هديت جدا الشوط التاني وفرنسا رجعت، وقعدنا كده ده يكسب وبعدين ده يكسب او ده، لا سوري، يعني الارجنتين تكسب وفرنسا تتعادل. وفي الوقت الاضافي الارجنتين كسب، حطت جول ثالث وفرنسا تعادلت، وبعدين وصلوا ضربات الترجيح. عادي جدا يا جماعه، بتحصل في الكوره، بتحصل جدا. طول كاس العالم احنا شفنا حاجات، يعني شفنا حاجات كده، يعني نماذج كده. فما فيش مشكله خالص. يعني نفس الزمالك، ما هو الماتش اللي قبل ده حصل نفس الموضوع. ايه اللي حصل؟ ما فيش حاجه، ما حدش طلع هاجم حد يعني. انما احنا بقى منصفين، يعني احنا يعني بجد منصفين، بنقول يعني احنا مستوانا مش كويس او في حاجه غلط، احنا بنقول في حاجه غلط، الفرقه فيها حاجه غلط. هل يعني اللعب في التشكيل الكتير؟ ممكن جدا يكون اللعب في التشكيل الكتير. هل اللاعبين عندهم يعني نفس الخوف والقلق والتوتر بتاع ضياع الدوري لثالث مرة على التوالي؟ لأن الأهلي عمره ما حصل إن هو يضيع منه 3 دوري متتاليين. فأنا مش عارف، وارد يعني إحنا عندنا الخوف ده، ليه ما يكونش عندهم نفس الخوف؟ ليه في لحظات بيحسوا بده؟ يعني مع الظلم التحكيمي كمان بيزيد الإحساس جدا بالموضوع ده، لأن نفس السيناريو بالظبط. انت بتبقى كويس او انت كسبان او كده، ويبتدي بقى التحكيم يشتغل شغلته. هما بينزلوا الحكام ناويينها. انت اي تعثر ليك في المباراة بتحس كده عندهم نشوة كده، بيحسوا ان هما ايه، الحمد لله هدفهم يعني بيوصلوا له حتى من غير مجهود زيادة. فممكن جدا يكون ده شعورهم، يعني انك انت يعني خلاص انت كده الدوري بيضيع منك بنفس الطريقه بنفس الاسلوب. فوارد جدا يكون اللاعبين يا جماعه عندهم القلق ده زيهم زينا. وارد يكون في بعض اللعيبه مش في مستواها، يعني بعيده عن تركيزها شويه، يعني في حاجه في التركيز، في حاجه في هل في حمل مثلا في التدريبات؟ انا برضو دي حاجه ما يعرفهاش الا يعني المدرب، الناس اللي موجوده في الجهاز الفني يعني. فانا شايفه انه عادي جدا ان احنا ممكن مش كل ماتش لازم نكسبه بعدد كبير من الاهداف، رغم ان انا بحب جدا نبقى عدد كبير من الاهداف، بس مش كل ماتش سهل ومش كل ماتش رايح لنا يعني. مالناش دعوه بالاخرين، ده في امر. تروح يعني انت بص عندك الفريق كذا وكذا وكذا، دول مضمون نقاطهم، يعني انت ما عندكش القصه دي. بجانب ان كل الفرق بتيجي قدام الاهلي وسبحان الله اسود اسود. عموما دي حاجه حلوه لينا تؤكد ان الاهلي غير الكل. الاهلي الكل بيحب يعني يبان قدامه انه هو فريق كبير يعني. انا بس اللي فيه بجد، انا مش عارفه السوليه، مش عارف ليه تجيب مستواك يا سوليه، انا مش عارفه. كريم فؤاد بعد ما كنا بنشيد بيه جدا جدا جدا، فجأة كده مستواه نزل جدا، برضو مش عارفين ايه السبب. ياسر ابراهيم مالك؟ وبعدين يا ياسر يعني ليه كده؟ ليه المستوى ده يعني؟ ده انت حتى يعني انت الجول انت ماشي ما شاء الله بتاع فاركو ماشي في حراستك تماما. ديانج الحقيقه قبل كده اتسبب في ان هو برضو بيبقى معاك كوره في نص الملعب يعمل علينا هجمه تجيب يبقى هدف. حتى ديانج كان امبارح غريب جدا في الموضوع ده في المستوى. كريم فؤاد تاني ارجع، احنا كنا بنشكر فيك، حصل ايه يعني؟ انا مش عارفه ايه اللي حصل. قرار مشاركه مجدي قفشه فني جدا، خلاص احنا وقعنا عليه العقوبه بس فني هيلعب. اعتقد ان المدرب بيحاول يعني ما يوقعوش كمان فنيا. قفشه كان كويس جدا امبارح. يا جماعه خدوا من معلول واشتغلوا. روح معلول دي حاجة غير طبيعية. معلول ابن التتش فعلا، لا لا، ده ابن الاهلي رسمي يعني زي ما بيقولوا، رسمي نظمي فعلا يعني، اللي عنده روح غير طبيعية. رغم ان ساعات بدنيا تحس ان هو مش قادر، بس لا لا لا، قصة في حتة تانية خالص، بيعرف يجيب مستواه. آه وبعدين تحس انه حماسي جدا، عايز يدافع وعايز يهاجم وعايز الفرقة تجيب جول، والاخر وقت بيبذل مجهود
خرافي. يا ريت يا جماعه الكل يتعلم من معلول. الشناوي محتاج برضه ترجع نفسك شويه، من فضلك راجع نفسك شويه يا شناوي، وراجع نفسك في بعض الاخطاء اللي ما تعديش على حارس عملاق زيك يعني. محمد هاني، عدينا بقى المرحله دي يا هاني. المفروض انت نجم من نجوم الفريق، المفروض تكون في مكان تاني. الحقيقه الاستغناء يعني ما فيش بديل لاكرم خالص في الناحيه دي. ربنا يكفيك يا اكرم ان شاء الله شر الاصابات. التغييرات كان ممكن تبقى بدري شويه. كولر محتاج نوع من الحزم والشده مع اللاعبين، هتيجي اكيد طبعا. انا اعتقد ان هو شخصيته قويه يعني، بس معلش ان شاء الله الشخصيه دي هترجع مع الوقت. او يمكن هو اللعيبه، بقول لكم في حاجه، انا عندي احساس ان خوف اللاعبين وشكل التحكيم معاهم بيبقى واضح قوي. مفيش فريق بيلعب قدام الاهلي على فكره الا وعارف كويس جدا 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 ان الحكم معاه قلبا وقالبا. عارفين كويس قوي ان ان التحكيم الحقيقه يعني هو الداعم الاول ليهم مش التاني، الاول. فبيلعبوا وهم متاكدين ان ليه قدام الاهلي بس الحكام بيبقوا معاهم جدا جدا جدا. انت بتلعب قدام الاهلي ما تقلقش، اعمل اللي انت عايزه، اتكسر في اللاعبين واعمل كل الفاولات ما حدش هيحسب عليك حاجه، اعمل ضربات جزاء ما حدش هيحسب عليك حاجه. كل حاجه انت بتعملها متاحه جدا جدا. اعمل كل اللي انت عايزه في حمايه تحكيميه، ولا افضح ولا افجر يعني. احنا بقى وبعدين امبارح الاهلي ضربتين جزاء، هنتكلم على ضرب عشان كل ماتش لينا ضربتين ثلاثه. يطلع كلاتنبرج بتاعهم ويطلع المحللين يقولوا الاهلي كان له ضربه جزاء، الاهلي كان له ضربتين جزاء، الاهلي كان له بينالتي، الاهلي اتلغى له جول صحيح، سوري انا اسفه الاهلي كان له 2 بينالتي، الاهلي اتلغى له جول صحيح. هي ضربه الجزاء البينالتي، انا اسفه جدا بس انا سرحت بس. يطلع يقول لك نفسك طب كسبنا صلاه النبي، كسبنا ايه؟ نفس الناس الحكام هم نفس كراهيتهم هي ده سامي الحكم بعد الجول الثاني يا نهار ابيض يا عيني وشه اتغير، ده كان هيجرى له حاجه طبعا. ده غير الساده بتوع الفار اللي لازم بص انت لو كل جول تجيبه لو انت جايبه وانت ايه يعني وسط 20 لا استنى بدور لك على حاجه. يمكن يكون كولر المدرب كان اوفسايد وهو جايب مع الفريق، او يمكن وانت خارج من الاوضه من الاوتيل كنت تسلل ما كانش في حد واقف جنبك. حاجه تقرف. تحكيم خلينا احنا معدين ما بنعملش حاجه، انا بنتكلم على التحكيم. يعني انتوا بجد شيء من اسوأ الحاجه يعني اسوأ منظومه تحكيم على مستوى العالم، بكل وضوح على مستوى العالم. ادغال افريقيا بقت احسن منكم مليون الف مره. احنا بقى مين هينقذنا بقى من مصيده الفار دي ان شاء الله؟ بس مين هينقذنا هينقذنا اللي مدي تعليمات للفار والتحكيم انه يذبحنا؟ مين هينقذنا؟ ما حدش هينقذنا. تعبنا جدا من الموضوع ده بصراحه. 15 دقيقه وقت ضايع، تحسب لي منهم 6. الفريق اي فريق بيلعب قدام الاهلي بيضيع وقت كتير جدا 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 بمساعده التحكيم على فكره، وعارف ان الحكم مش هيحسب حاجه لانه عارف ان احنا ما عندناش منظومه تحكيم من اصله. فحاجه غريبه جدا بصراحه. واحنا ما بنسمعش الا الكلمتين بتوع اصل الاهلي كان ليه والاهلي احنا اداره النادي الاهلي ما دي كمان بقى ما فيهاش حاجه. اطلبوا حكام اجانب، هم عملوا لعبه حلوه قوي. احنا عندنا تحكيم من اسوأ تحكيم في العالم. طب هنجيب لكم يا جماعه الفار اسوأ من التحكيم ده عشان يشرعنوا فساد التحكيم. بقى عندنا فساد تحكيم وفساد فار، وعندنا رئيس لجنه حكام اجنبي عشان يبقى بقى ايه يا اهلي مالكوش حجه بقى، ما احنا جايبين لكم مش عارفه. لا انتوا جايبين كل حاجه تشرعن الفساد. يعني حتى الراجل الاجنبي ده تقريبا كده بياكل رز وملوخيه بس الحقيقه يعني، او عيش وملوخيه، انا اسفه مش رز وملوخيه، عيش وملوخيه. فالراجل هادي جدا وجميل وظريف وتحت طوع الناس الحلوه اللي ماشيه اتحاد الكوره يعني كده زي المنتخب كده. ما هو شخص واحد هو اللي مدور الكوره في مصر، والشخص ده برضو بياخد تعليمات لا تفتكروا يعني، مش اللي هو العظيم الفخيم يعني. تيجي بقى تسمع بقى نكتة الموسم، احنا نستطيع تنظيم كاس العالم افضل من قطر. والله العظيم كل ما يقول الجملة دي فاكرين يا جماعة يونس شلبي في العيال كبرت؟ لا انت هتشتغل ولا انت هتشتغلي
ولا حد هيشتغل، انا اللي هشتغل واصرف على البيت. وانت يا خريج 5 ابتدائي انت هتشتغل وتصرف على البيت ازاي؟ احنا عاملين نفس القصه دي. لا عندك منظومه تحكيميه عدله، ولا عندك ملاعب عدله، ولا عندك ايوه يعني ولا عندك منتخب تقول ده منتخب عظيم. منتخب بتجيبه مدربه شخص واحد، شخص اللي ممشيه وبياخد اوامر، مدرب يبقى جميل مطيع ظريف لطيف، يجيب اللاعب، خد اللاعب الفلاني ده صاحب نجم الفريق، ده صاحب مش عارفه مين، ده زملكاوي، ده مش بس. وعايزين منتخب يبقى منتخب كويس، ومنتخب يعني تعملوا منتخب كويس. هتقولي طب وقطر عملت ايه؟ لا عملت منظومه، كانوا بياخدوا بطوله اسيا وهم كانوا مخضوضين لاول مشاركه في كاس العالم، بجانب حضرتك ان انت نفسك ما تعيبش على منتخب قطر. انت كل مره بتدخل فيها كاس العالم كنت بتخرج حصلت المجموعه، فما تعيبوش على قطر. قطر منظومه، كل الناس المسؤولين عن الرياضه اشتغلوا من اجل الحلم. 8 9 سنين حلم بينفذوا كل حاجه من اجل تنفيذ الحلم ده. منتهى العداله، منتهى النظام، منتهى الدقه، منتهى الاحترام، منتهى الضمير، منتهى الوطنيه اللي بجد. لا شعارات ولا كلام ولا اتهامات ولا الفاظ ولا سلوكيات ولا اي حاجه. عند منظومه اعلاميه رياضيه عظيمه، مش زي عندنا سباب وخوض في اعراض وكلام قبيح وتنمر على خلق الله والكلام الفارغ خالص، ولا ناس طالعه بس يعني ما بتعملش حاجه الا تعريض في تعريض في تعريض. ما فيش، ما عندهمش كده. الناس اشتغلت بضمير. المغرب لما خدت تنظيم كاس العالم للانديه عشان دول اشتغلوا، وبان قوي في المنتخب ان الناس دي كانت بتشتغل، والناس دي اشتغلت بضمير، ما بتحميش لنادي ضد نادي خالص. فكانت النتيجه خدوا تنظيم كاس العالم للانديه. اقسم بالله الاهلي يقدر ينظم كاس العالم للانديه، بس هيفشلوه في مصر. يعني هو الاهلي لو قرر، وحتى هو لو هيصرف هو عليها، يعني مصر اسم ان مصر واخده راس المال، الاهلي اللي هيصرف، هيفشلوه في مصر عشان يطلعوا الاهلي فاشل. فشيء غريب جدا يعني. ده كلام كل مره. انا تعبت، انا زهقت، انا حاساني بكرر نفسي. يا جماعه انا مش بكرر نفسي والله، ده مش نفس الفيديو بس بلبس مختلف ولا بطريقه مختلفه. هو والله العظيم ده واقع احنا عايشين فيه، واقع صعب وأليم وسيء للغايه. يعني فعلا واقع العيال كبرت فعلا يعني. فاحنا خلاص تعبنا من القصه دي. اتمنى يعني، انا اتمنى يعني، انا تعبت من الامنيات وتعبت من المناشدات. انا لا هتمنى ولا هناشد. إدارة النادي الأهلي لازم يبقى لكم حل في اللي بيحصل ده، عشان احنا زهقنا وجبنا آخرنا. إن شاء الله بإذن الله الأهلي قادر إنه يحسم. أرجوكم احسموا الدوري. أنتوا سمعتوا أظن عامر، الحاج عامر، يجعله عامر لما طلع يعني يجعل اتحاد الكرة عامر كده بالقرارات السيئة، فضل قاعد يلمح ان الاهلي، وان الاهلي لما هيروح كاس العالم للانديه ده يا عم 10 ايام ايه اللي هيبوظوا الدنيا، ولا 11 يوم؟ الله، ما انتوا بتوقفوها في كل حاجه، في كل احداث مالهاش علاقه بالرياضه اصلا بتوقفوا الكوره. ما قلتش الكلمتين الحلوين دول، بس دول تمهيد عشان لما اجي اضغط الاهلي واكسر شوكه الاهلي يبقى بص انا مالي، ما هو انتوا اللي وقفتوا الدوري. اي كلام. المهم ان هم اتحرقوا من موضوع تنظيم النادي الاهلي لكاس العالم، اللي لا بريده له علاقه بيه نهائيا، لا من قريب ولا من بعيد. وما تسمعوش اي حد يوهمكم بالكلام ده، ولا اي حد. وعلى فكره اللي انا قلته من كام فيديو على الفيديو اللي قبل ده على طول، مش ده اللي قبليه، لما انا اتكلمت على الاعلام وعدم عدم الحياديه، ولومت مذيع من الاهلي، ابن من ابناء الاهلي، انه جاب هاني حتحوت وبيدافع عنه، وطلعوا ناس هاجموني وقالوا لي انت هتشكك. انا ما بشككش في حد، انا بقول ما ينفعش، ما ينفعش. الاهلي مش عربون لوجود اي حد على الشاشات خالص خالص. مش كل واحد بقى فاهم اللعبه فيروح مشتغلها عشان يبقى موجود ومتاح. وللاسف هو ممكن يكون غصب عن اي حد بيعمل كده، انه انت يعني هي دي مساقات التعيين في الاعلام، او مساقات انك تشتغل في الاعلام، انك تتكلم على النادي الاهلي او تجيب الناس اللي ضد النادي الاهلي. فهاني حتحط مش حيادي خالص. وامبارح من غير ما يذكر اسماء قال نفس اللي انا قلته سيد عبد الحفيظ. قال ان الاعلام فين الحياديه في انك تجيب. ومين في المغرب جاب لما الاهلي اتظلم جاب حد حتى اللي بيحبوا اللي انا قلته كله؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله توفيق من عندك ان سيد عبد الحفيظ قاله.
فكل اي حد عنده عين وعنده ضمير شايف اللي احنا شايفينه وبيقوله. لك الله يا اهلي، فعلا ربنا يعني، والحمد لله ربنا بينصرنا على فكره، بيرجع لنا دايما حقنا. بس محتاجين صفقات مهمه جدا، محتاجين مهاجم صريح. مهاجم ما بيعملش اي حاجه في حياته، احنا لا عايزينه لا يدافع ولا يلعب في خط النص ولا يروح يمين ولا شمال. مهاجم هو محطوط في منطقه كده يجيب اجوال بس مش عايزين امكانيات خالص من اي نوع، من اي، ولا مطلوب منه يدافع ولا يبقى مش مطلوب منه اي حاجه انه يبقى في منطقه الجزاء يجيب اهداف. محتاجين بديل لعلي معلول. صعدوا لو عندنا حد كويس، بس يعني يكون حد كويس قوي، يعني حد فاز، مش اي حد، مش وخلاص. محتاجين مدافع صلب، محتاجين مدافع صلب، مدافع يكون يعني حاجه وتد في الدفاع زي ما بيقولوا يعني. المراكز دي طبعا كولر اتكلم، والنادي الاهلي عارفين، وان شاء الله باذن الله الاهلي ربنا يوفقهم ان شاء الله في انهم يجيبوا اللعيبه اللي محتاجه الاهلي قبل كاس العالم. محتاجين المشاركه دي تبقى بجد مبهره. مش عايزين نشمت حد فينا، لان الاهلي هيفضل فوق الجميع. احنا الاهلي، انتوا مين؟